اهلا وفلوج جديد بس في المتحف الكبير. نبدأ بقى من اول اليوم. ركبنا الباص واتحركنا على الساعة 7:30 ووصلنا على الساعة 12:30. المتحف كان كبير جدا وشكله حلو قوي، كان فيه كذا دور. من كتر ما هو كبير ملحقتش اشوف كل حاجة هناك لان احنا فضلنا نمشي فترة كبيرة جدا. وهنا كنا وصلنا خلاص واخدنا التيكت عشان ندخل بيها، واخدنا ورقة كان مكتوب عليها التعليمات. وده كان المدخل، كان فيه طرقة طويلة قبل ما ندخل المتحف نفسه مش البوابة. ودي المسلة، وده بقى شكل المتحف نفسه من بره. اول ما دخلنا المتحف شفنا تمثال رمسيس، كان طويل قوي وشكله في الحقيقة مختلف عن الصور خالص. واحنا في المتحف كنا شايفين الاهرامات وشفنا هناك الاكسسوارات والاطباق اللي كانوا بياكلوا فيها وبيشربوا فيها والحاجات اللي كانوا بيكتبوا عليها. بدأنا بقى نستكشف ونتفرج على التماثيل اللي كانت موجودة، وده الملك سنوسرت الأول، وشفنا حاجات كتير حلوة قوي. ودي شكل المجسمات، وحرفيا كل تفصيلة في المتحف شكلها حلو. واهم حاجة مكتوب جنب اي حاجة موجودة الكلام بالعربي والانجليش عشان نفهم ده ايه وكده. وطبعا شفنا ابو الهول بس كان على صغير، والمكان ده بيبين اكتر الاهرامات، والصور هنا كانت تحفة. ودي كانت شاشة بيعرضوا عليها الفيديوهات. انا عايزاكم تتفرجوا وانتم مستمتعين. عايزه اقول لكم ان انتوا هتمشوا كتير قوي عشان تكونوا عارفين وعاملين حسابكم. ما تنسوش تعملوا فولو هنا وسبسكرايب على قناتي على يوتيوب موجوده في البايو واسمها جمانة وملك. ودي شاشه بيعرضوا عليها الفيديوهات. وبس كده، ده يكون الجزء الاول. استنوا الجزء التاني هينزل قريب. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.